ازيكم يا شباب. النهارده عايز اتناقش معاكم ليه السينما المصريه بقت سيئه والمستوى بتاعها قليل. من بعد الثوره الافلام المصريه بقت تافهه، بقت من غير طعم. وحتى لو رجعنا من 2011 لغايه النهارده، حتى احسن فيلم بننتجه في السنه لو قارناه بافلام الثمانينات والتسعينات وحتى اول الالفيه والابيض واسود، ما يدخلوش مع بعض حتى في المقارنه. احنا ما بنعملش الكيت دلوقتي، ولا بنعمل حريف، ولا سواق الاتوبيس، العار، الكيف، حب في الزنزانه، وكل افلام الابيض واسود ده. حتى افلام الالفيه الاولى، جزيره، ابراهيم الابيض، فيلم ثقافي. النوعيه من الافلام دي مش موجوده دلوقتي عندنا. في حالات شاذه زي مثلا اخرهم فيلم فوي فوي فوي. حتى لو قارنت الفيلم ده بالافلام القديمه هتلاقيه ما ينفعش يتقارن. وانا عايز اسمع رايكم ونتناقش فيها. هل انتم متفقين، مختلفين؟ نتكلم مع بعض. اول حاجه في رايي الرقابه. دلوقتي احنا عندنا مشكله في الحريات في مصر، والرقابه بقت اقوى بكتير من زمان. بقاش عندنا نوعيه الافلام السياسيه الجاده، او الافلام اللي بتتكلم عن مواضيع دينيه، او افلام بتتكلم عن مواضيع مجتمعيه شائكه. فبقى عندنا مشكله كبيره، مع ان الرقابه لا تتيح لمواضيع كبيره، وان سقف الحريات في مصر بقى منخفض. ما بقاش عندنا القدره ان افلام جاده كتير تطلع دلوقتي. لو جبتوا افلام وحيد حامد اللي في التسعينات والثمانينات، هل حد هيبقى عنده القدره ان هو يطلع فيلم زي البريء النهارده؟ تاني حاجه، جوده القصص والسيناريو. مصر عندها مشكله كبيره في الكتابه، بتاخد المواضيع من على السطح. كل فين وفين لغاية ما نلاقي مواضيع مهمة أو مواضيع جادة نتكلم عنها. وبقاش عندنا وحيد حامد، النوعيه دي من الكتاب اللي يقدروا يكتبوا في اكتر من مجال بسلاسه. مين دلوقتي تقول عليه كاتب مثقف داخل جوه قلب المجتمع؟ دي المشكله الثالثه، ان في عدم درايه كبيره بمشاكل المجتمع. تحس ان الناس اللي بتمثل على طول بتسمعوا الكلمه دي في لعيبه الكوره: اللعيبه دي مش شبهنا. دي نفس الكلام اللي دلوقتي اللي انا بسمعه ساعات عن الممثلين دول مش شبهنا، ما بيحكوش اللي احنا حاسين بيه. احنا عندنا مشاكل كومباوندات، مشاكل عائلات غنيه، مشاكل جوازات بتاعت عائلات طبقه فوق المتوسطه او غنيه، او ناس فقيره جدا جدا جدا. البطل الشعبي، الذكر، المغوار، المجدع، الناس بتحبه. طب الناس العاديه، الناس الطبقه المتوسطه اللي هي اغلب الناس، راحوا فين؟ او مش هقول بقى عشان ابقى صحيح، مش اغلب الناس، هم اغلب المتفرجين. الناس دي في مشاكلها، في مشاكل الراجل عايز يتجوز، في مشاكل اللي بيسيب وبيتغرب عشان يجري ورا حلمه، في مشاكل المجتمع قوي، في مشاكل السياسه، في مشاكل الحريات. فين وفين وفين وفين. فبقى فيه زي حاجز كبير قوي ما بين المتفرج وبين صانع الأفلام، كأن الناس دي في برج بعيد قوي عننا. رابع حاجه، جداره الانتاج. الطبيعي ان احنا المفروض ننتج اكتر بكتير من دلوقتي. افلام في اول الفيه كان عدد الافلام اللي بتطلع في السنه اكتر بكتير. انا هجيب لكم دلوقتي صورتين للافلام اللي عملهم عادل امام في سنه واحده ونور الشريف في سنه واحده. بصوا، ايه رايكم؟ احنا بنعمل كام فيلم دلوقتي في السنه؟ ليه بقول وزاره الانتاج؟ لان الناس لازم تجرب وتعمل، تغلط وتجرب وتعمل وتغلط. محدش بقى بيعمل الكلام ده. المشكلة الخامسة، تذاكر السينما. تذكرة السينما في المتوسط من 100 ل 150 جنيه. فأنت بتستهدف مين بالأسعار دي؟ هل أنت عايز الشعب العادي هو اللي يخش ولا جمهور المولات اللي يخش الأفلام دي؟ عشان انا اخد اهلي واروح فيلم هدفع كام؟ سبب اخر، ندره المواهب. مبقاش عندنا مواهب كتير، لا في الكتابه ولا في الاخراج ولا حتى في التمثيل. اتنين اتنين تلاته في كل مجال فيهم يتعدوا على الصوابع. كان في بودكاست عمله باسم سمره مع عباس ابو الحسن، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. بودكاست حلو قوي، اسمعوه. كان بيتكلم ان اكيد في ممثل افضل منه بس موجود في الصعيد، محدش شايفه، محدش يعرف عنه حاجه. هل ال 120 مليون مصري دول ما فيهمش كتاب ولا مخرجين ولا ممثلين اقوياء؟ مشكله ان بقى في وسايط وابناء العاملين وهلم جر يعني، واشباه المواهب وانصاف المواهب. افلام كتير بقت قايمه على الانفلونسرز بسبب ان هم هيجيبوا ناس كتير يخشوا المول ويخشوا الفيلم. اخر مشكله، وانا عارف ان دي ممكن تجيب لي وجع الدماغ: المتلقي، الجمهور. المتلقي عليه دور كبير. افلام زي محمد هنيدي واحمد حلمي، ناس بقالها 14 سنه ما عملتش فيلم عدل، رغم كده كل ما بتنزل فيلم بينجح، بيحقق ايرادات. بأمارة ايه؟ لان في ناس بتخش تنجحها. علي ربيع بيعمل افلام وحشه
جدا سيئه وبتنجح والناس بتخشها وبتجيب ايرادات. نفس الكلام على محمد رمضان، تامر حسني، اهواك، مش انا بحبك ولا بحبك، بتاج افلام كلها وحشه وبتجيب ايرادات. نوعيه الافلام السيئه دي يبقى واقف قدامها ما ينجحهاش ما يتفرجش عليها. انا مش بمجد في الثمانينات والتسعينات، عايز اقول غزاره الانتاج هي العامل. كان زي ما في الكيت كات والحريف كان في افلام من اولاد، لكن كان في انتاج ضخم، عشان كده كنا بنشوف ده وده. ده جزء من اللي انا كنت عايز اقول رايي فيه. وفي طبعا اسباب اخرى ممكن اخش فيها بتتعمق اكتر، اسباب مجتمعيه، وايه علاقه المجتمع واختلاف المجتمع ما بين الثمانينات والتسعينات ودلوقتي، ودراسه المجتمع المصري اكتر. لو حبيت تسمعوا الكلام ده بشكل مستفيض اكتر يا ريت تشاركونا في الكومنتات، تقولوا لنا رايكم. وهسيبكم دلوقتي في دقيقتين ثلاثه كنت بتناقش فيهم مع جون عن مشكله اخرى انا شايفها كمان موجوده في السينما المصريه دلوقتي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، تكونوا استمتعتوا. باي باي. قولوا يا جماعه الناس اللي بره دي بتعرف تمثل، الناس عندنا في مصر ما بتعرفش تمثل مهما كان سوء جوده مش عارف ايه، الناس دي بتعرف تمثل. مم. عشان فلا. بياخدوا الفرص على اساس الاستحقاقيه مش على اساس الشلاليه بس يعني. والله لا يعني هو طبعا يعني هوليوود مجال كبير فهتلاقي فيه كل حاجه، احنا عندنا مجال صغير، فالفرص لو في مم. شلاليه خلاص انت هو مجال صغير اصلا فمش هتتيح فرص لناس ثانيه. بره في شلاليه بس هو مجال كبير مجال واسع، في شلاليه مش هتشتغل مع دول مم. بس هتشتغل مع ناس ثانيه. فاهم قصدي ايه؟ هي مشكله عندنا هنا في مم. مصر ان في المجال صغير. انت لو وسعت المجال يا عم ما عنديش مشكله في الشلاليه، الناس تشتغل بالشلاليه وناس تشتغل من غير شلاليه بس وسع المجال. هتيجي في وقت من الاوقات هيبقى عندك ازمه، يعني احنا كل سنه تقريبا بنخسر حد من القامات الكبار. طبعا. طب الادوار بقى اللي بتتكتب للاعمار الكبيره دي، يعني محمود ياسين في الجزيره، محمود عبد العزيز في ابراهيم الابيض، نور الشريف في ما مسجون عندكش حد ترانزيت. خلاص، ما عندكش مين غير يحيى هيعمل ده الفخراني، ما دلوقتي؟ عندكش غير يحيى الفخراني بس. ما... بس الكبيره دي بس. بالظبط. لدرجه ان احنا دلوقتي بقى بنلجأ لاي دور كبير لسامي مغاوري وبيومي فؤاد. فاهم قصدي ايه؟ مش لاقيين. اه. اه يعني سيد رجب. في ناس ناسينهم، في انت وفي عبد الحميد مثلا، يا عم في اقول لك احمد على فؤاد حاجه، سليم. يا عم اقول لك على حاجه، انا بحب احمد فؤاد سليم ده جدا انا ما جدا. بحبش توفيق عبد الحميد بشوفه اوفر يعني بيمثل اوفر. انا في مثلا واحد تاني احمد ماهر. احمد ماهر ده لما طلع منعطف خطر كان عامل فيه دور صعيدي امم. عبقري. فين الراجل ده؟ اه هو بيليق جدا الصعيد. فين الراجل ده؟ امم. فين الراجل ده يا جماعه؟ في ناس كتير مش بتشوفها تحت الرادار يعني، ده برضو مش عشان حاجه. امم. بره في ناس بتشتغل شلاليه، منسيين. في ناس بيشتغلوا عشان التحرش زي هارفي وينستين كان بيشغل الستات ازاي، بيدي ادوار للستات ازاي، في كل حاجه بره بس في مجال واسع، امم. في دول وفي دول في دول في دول في دول. هنا عندنا مجال قد كده، احنا عندنا كام امم. واحد بينتج في مصر؟ اثنين ثلاثه، سينرجي بينتج. والسبكي. اه سينرجي تعدوا على صوابع ثلاثه، الايد الواحده. سينرجي والسبكي امم. ونيو سنتشري، الباقيين موزعين. والعدل. العدل ولا ما بتتكلم بيعملش في افلام، السينما؟ العدل ما بيعملش افلام، العدل بطل يعمل افلام. حاجات شكرا. حاجات ممدوح اخر العدل ما حاجه، بتبقاش انتاج العدل. لا اخر فيلم العدل عمله كان من امم. زمان قوي وبعد كده رجعوا بفيلم محمد رمضان الاخير اللي ما نجحش، اللي هو هارلي. بتاع اه لا مش هارلي اللي بعده، هو ما نجحش لدرجه انت مش فاكره. كتاب يعني هو هارلي اللي كسر الدنيا. نجح، لا نجح في شبكه اه. التذاكر، نجاح. نجح بس هو فيلم زباله بس هو نجح. ومش عايزين نتكلم يعني سيرجي دول احنا عارفين يعني الدنيا ماشيه ازاي في سيرجي يعني. امم. مفيش في علي عبد الخالق بينتج. علي عبد الخالق بينتج حاجات شريف عرفة، كنز واحد واثنين في صح والممر صح صح في والانس والنمس برضه كلها بس علي عبد في الخالق. فين وفين بقى. ما في وائل عبد الله بينتج لكريم عبد العزيز مم. افلام نادي الرجال السري، البعض لازم مرتين اللايت. الحاجات دي لايت. يا جماعه يعني بيتعدى الصوابع يعني.